الناس ديال الباك حر التسجيل راه بدا البارح. اش كتسناو؟ في هذا الفيديو غادي نعرفكم شويه على شنو هو الباك حر وشنو الشروط باش تقبل فيه باش تدوز الباك وتجيب ديك الكريطينه. الباك حر هو واحد الباك اللي تقدر تدوزو سواء دوزتي باك وبغيتي تدوز باك اخر بشعبه واحده اخرى اولا بمسلك اخر، او لا كنتي منقاطع على الدراسه من التاسعه، يعني خاص تكون عندك التاسعه، خرجتي من التاسعه مثلا، فيمكن لك دير الباك حر ودوز الباك ديالك وتجيب الباك ديالك. يعني كيتسمى باك حر اللي كتراجع فيه غير في الدار او لا كتراجع في مراجعه ولا شي حاجه. وبالنسبه للناس اللي غيدفعوا باك حر علمي كنصحكم تلتحقوا بالكورس اللي صاوبت، واللي هو كورس يعني موجه للباك حر علمي، فيه جميع المواد ديال الجهوي من اجتماعيات وعربية وتربية إسلامية وفرنسية بثمن بسيط، ولكن غادي يرجع عليكم بالنفع من ناحية هذه المواد. اهلا ومرحبا بكم في العرض ديال الجهوي النسخة 2024. الى عندك الجهوي ديال السيزيام هذا العام او لا عندك باك حر علمي في هذا العام هذا العرض غيعاونك بزاف انك تاخذ المواد ديال الجهوي بربعه: الاجتماعيات والعربيه والفرنسيه والتربيه الاسلاميه. فيه تحضير كامل للدروس كامله ديال المواد بربعه الجهوي في العام كامل. وبالمناسبه هذا العرض هذا راه محدود، باش تلتحق معنا فيه تواصل مع هذا الرقم على الواتساب. اوكي نبداو. الشروط ديال الاجتياز ديال هذا الباك حر ديال 2023. اول حاجه خاصك تقيد في السيت ديال الباك حر، وغنخليه لك لتحت. هذا السيت هذا هو اللي كتسجل فيه، كدير فيه المعلومات ديالك، الاسم، النسب الى اخره، المعلومات اللي خاصه بك. والتسجيل راه بدا البارح وما غيسالي حتى الاخر ديال الشهر، حيت فيه شهر كامل باش تسجل في السيت. ملي كتسجل كيعطيوك واحد الوصل كيتسمى بوصل الترشيح، اللي كيمكن لك تخرجه في المكتبه، وكتخرجه باش تحطه في ملف الترشيح اللي غادي تدفعوا للمديريه الاقليميه اللي حداك. هاد ملف الترشيح هو اللي كتجمع فيه كل شيء، كتجمع فيه الوصل اللي غادي تاخده ملي تسجل في السيت، وكتجمع فيه الوثائق اللي خاصك تدفعها معاه للمديريه الاقليميه اللي تابع ليها اللي حداك. وهاد ملف الترشيح راه تلقاه في المكتبه. من الوثائق اللي يخصوك في هاد ملف الترشيح واحد الالتزام اللي كيكون يعني مقاليزي في المقاطعه اللي تابع ليها انت، ويعني كتقاليزي فيه على حساب القوانين اللي ما خصكش دير، ديك القوانين الخاصه بالعقوبات ديال الغش في الامتحان. المهم الالتزام. من بين الشروط انك الا غيبتي مثلا في شي باك حر كنتي دفعتي ليه وغيبتي، ما تدفعش العام اللي مورا، خاصك تدفع حتى دوز عامين، يعني جوج دورات عاد انك يمكن لك انك تدفع وتقبل. حاجه اخرى وشرط اخر هو انك ما تديرش نفس الشعبه اللي دوزتي فيها مثلا باك حر ولا باك عادي. يعني الا كنتي داير علوم فيزيائيه فبدل الشعبه باش تقبل مثلا علوم حياه والارض او لا علوم رياضيه الى اخره. المهم ما تدوزش نفس الشعبه اللي خديتي فيها شي باك. وإلا عمرك ما خديتي شي باك او لا ما وصلتيش للسانكيام ولا السيزيام، خاصك على الاقل تكون واصل للتاسعه وقاريها كامله. يعني خرجتي من التاسعه ما خرجتيش من الثامنه، حيت الا خرجتي من الثامنه ولا السابعه ولا خاصك تدوز تاسعه حره. عادي يمكن لك تدوز العام اللي موراه الباك حره. ف يعني حاول انك تشوف وقتاش خرجتي. الناس اللي انقطعوا من بكري يشوفوا السنه اللي خرجوا منها باش يدفعوا الباك ليبر بكل امان ويقدروا يعني يتقبلوا فيه. وخاصك تكون ما دوزتيش الباك حر لمدة 3 سنين وانت كتعاود فيه. يعني خاصك تكون نجحتي في شي باك في 3 سنين اللي دفعتي ليه، يعني باك حر. اما الا كنتي سقطتي 3 د المرات في الباك حر فراه يعني تتمنع عامين، عادي يمكن لك انك تدفع مره واحده اخرى. اوكي، من بين الوثائق اللي غيخصوك خصك الملف الابيض اللي غادي دير فيه غادي تعبئو، تعبئ داكشي اللي باغي، الشعبه اللي باغي الى اخره، تلقاه في المكتبات. خصك نسخه واحده من البطاقه ديال التعريف الوطنيه. خصك جوج تصاور
يعني ديال الباك ليبر على حسب كل نيابه. يقدر يطلبوا لك 3 تصاور ولا 4 او 4 تصاور. خصك شهاده سكنه غادي تكاليزيها في المقاطعه. 3 الأظرفة بريديه، يعني بالتنابر ديالها اللي فيها العنوان الشخصي ديالك فين تقدر تجيك النتيجة ويقدر يجيك الاستدعاء ديال سواء السبور سواء الامتحان والوقت والى اخره. كذلك خصك تقدم شهاده ديال الاعفاء الا كنتي باغي تقدم شهاده الاعفاء ديال التربيه البدنيه. وانا ما كنصحش الناس يقدموا الاعفاء، لان تقدر تعاونك في النقطه الا كنتي جراي ولا كنتي على حسب الامتحان اللي دوز. غيخصك تخرج يعني 2 نسخ من الوثيقه ديال الترشيح الالكتروني في السيت اللي تسجلتي فيه ديال الباك حر، 2 نسخ. ويخصك التزام يعني اللي غادي يكونوا فيه داك اللي كنت قلت لك ديال الغش، ديال عدم الغش في الامتحان. هذاك الالتزام غير خصك تكاليزيه في المقاطعه. وهذا الالتزام كتكتبو انت في المكتبه مثلا الكاتب العمومي، يعني كتجاليزيه في المقاطعه وصافي تديه. فهادو هما الوثائق وهادو هما الشروط. والناس اللي بغاو يدفعوا الباك ليبر كنشجعكم انكم تدفعوا ليه. علاش لا؟ يقدر يعاونكم في بزاف ديال الحوايج، يعني من مهنه، من انه يكون عندكم باك تحتكم، من انكم تزيدوا في الرصيد ديالكم باك. فهذا مكان. وشكرا على الناس اللي كيشاهدوا هذه القناة هذه. مرحبا بكم عندي، هذه قناة اوبيوم. وهذا الفيديو هذا الناس ديال الباك حر. شكرا على الاستماع، نتلاقاو في الفيديو الجاي. الى اللقاء. اي واحد كيسمعني دابا وعنده الجهوي، سواء عنده السيزيام هذا العام او لا عنده باك حر علمي، كنصحو يشري هذا الكورس هذا اللي صاوبت، لان فيه كلشي. فيه غادي تلقى المنهجيات وشرح الدروس، شرح المنهجيات، كيفاش تجاوب على كل سؤال كاين في اي جهوي في المواد ب4، والدروس كاملين ديال المواد ب4: تربية إسلامية والاجتماعيات والعربية والفرنسية، بثمن بسيط مقارنة مع الكورس وشنو فيه. ملي كتدفع كيدخلك المكلف بالايميل ديالك لابليكاسيون اللي فيها الكورس، وكتستافد من جميع الفيديوهات. فالكورس عبارة على فيديوهات اللي شرح فيها الدروس والمنهجيات وطريقة الإجابة وشرح الروايات والعديد من الأشياء والنصائح اللي حطهم في الكورس. ما تضيعش هاد الكورس حيت غادي ينفعك بزاف في الجهوي. كورس متعوب عليه وغادي يعطيك العصارة ديال المواد ب4 ديال الجهوي. وهذا الكورس كادو من هذه القناة. تواصل مع المكلف وخذ الكورس وتمتع معنا بهذا العام الدراسي.